السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم ما غاديش نحكيو قصة عادية. اليوم غنغوصوا في واحد الملف اللي قلب موازين الرأي العام المغربي. ملف دار خلط بين مأساة عائلات ومسار قانوني معقد. كنتكلموا على سامية ابنة الفنانة المعروفة نجاة عتابو وسط عين الإعصار في وضع مأساوي بعد حادثة سير أودت بحياة شابة وخلت شاب آخر في مواجهة الموت. ولكن واش الحكاية غير حادثة سير عابرة أم كاين معطيات صادمة ومستجدات خفية غادية تقلب كاع هاد الموازين كاملة؟ خليكم معايا إخواني أخواتي، حيث هاد التحقيقات بدات كترسم صورة مغايرة تماما لداكشي اللي كنا كنظنوه واللي كيبان من بعد الخبر اللي بدا كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي. خليونا إخواني أخواتي نبداو ونرجعوا للوراء. ليلة وقوع الحادثة بمدينة الخميسات، السلطات الأمنية تحركت بواحد السرعة كبيرة ووضعات سامية تحت تدبير الحراسة النظرية باش يعمقوا معاه البحث. ولكن المثير في هذا الملف كامل والمصادر القريبة من التحقيق أكدت لنا أن سامية دخلت في واحد الانهيار عصبي حاد إخواني أخواتي أمام الضابطة القضائية. وهذا الشيء اللي جانا من آخر المستجدات، ماشي مجرد خوف عادي، يعني السيدة ما خايفاش بطريقة عادية، ولكن حالة نفسية فيها مزيج بين الندم الشديد والصدمة. هذا الانهيار طرح ألف سؤال إخواني أخواتي. واش كان هذا الشيء مقصود؟ واش السرعة كانت هي السبب؟ كل هذه التساؤلات كيجاوب عليها المحققين دابا في الانتظار ديال القرار النهائي للنيابة العامة. إخواني أخواتي، خلينا نهضروا دابا وندوزوا الجانب الانساني اللي كيوازي المسار القانوني. الفنانه نجاة عتاب واللي كتعيش بالدور ديالها صدمه كبيره على حسب المقربين منها اللي كيقولوا بانها ما كيجيهاش حتى النعاس. اخواني، حاولت تفتح باب الصلح مع عائله الضحيه من دابا. مصادرنا كتقول ان المحاولات كانت جاده ومكثفه، بل وصل الامر للالتزام بالتكفل الكامل بالعلاج ديال هذا الشاب المصاب اللي باقي في العنايه المركزه. ولكن هذه المبادرات صدمت بجدار مسدود. عائلة الضحية رفضت بشكل قاطع أي تنازل، معتبرين أن فقدان الابن ديالهم شي حاجة ما كتعوض لا بمال ولا بمبادرات، لذلك غادي يرفضوا لهذه المبادرة بالصلح. هذا الرفض زاد عقد الموقف وحول القضية من مجرد حادثة لملف قضائي ثقيل جدا. إخواني أخواتي، غادي تكون متابعة قضائية ضروري منها، وما غاديش تقال منها نجاة عتابو لابن ديالها. فاش سد باب الصلح، الطريق الوحيد اللي بقى هو مسار المحاكم. دابا الملف توجه بشكل مباشر نحو جلسات المحاكمه، استدعاء الشهود والخبرات التقنيه اللي غادي يتحدد شكون المسؤول الحقيقي. كاين اللي كيطالب بتطبيق القانون بصرامه، وكاين اللي كيشوف قضاء وقدر وكيقول باللي السيده ربما وقع لها خطا كيف ممكن يوقع لجميع الناس. ولكن كاين تطور جديد يقدر يقلب كل شيء، شهود عيان وربما تقارير ديال السرعه المفرطه وديال الرادار اللي كان حتى هو في عين المكان. الى ثبتت السرعه المفرطه في المسار القضائي غيكون قاسي اخواني اخواتي، وما غاديش تدوز منه ساميه بنت نجاة عتابو. الا كان شي طرف اخر مسؤوليه في الحادث فهنا غيتغير المجرى تماما. اخواني اخواتي، القضيه ديال نجاة عتابو البنت ديالها ساميه، القضيه مازال مسالات ومازال القضاء غيكون هو الفيصل في قرار المتابعه. واش غادي تتابع ساميه في حاله اعتقال ام غتمنح لها السراح المؤقت بكفاله؟ هذا الشيء اللي غنعرفوه في الساعات القادمه، وبطبيعه الحال غادي نوافيكم به في كل المستجدات القادمه كلها غادي تعرفوها اولا باول. جرح عائله فقدات البنت ديالها ما غاديش يتبرأ بسهوله، وشاب كيعيش حاليا بين الحياه والموت، والحقيقه مازال ما غتبان في المحاضر الرسميه. حنا اخواني اخوتي متابعين الملف كما قلت لكم لحظه بلحظه، وغنوافيكم بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.